في قلب القاهرة القديمة وتحديدا في شارع أحمد بن طولون هنلاقي متحف جاير أندرسون واقف كده شاهد على روعة المعمار الإسلامي. هتحس وانت ماشي انك رجعت بالزمن لورا لزمن المماليك والعثمانيين. المتحف بيتكون من بيتين، بيت بناه الجزار وبيت بناه الحداد، ودي على فكرة ما كانتش مهنتهم، دي كانت ألقابهم. وفي سنة 1920 اتعمل توسعة لجامع أحمد بن طولون واتهدمت معظم المنازل اللي حواليه، لكن دار حفظ الآثار العربية في الوقت ده لقت إن البيتين حالتهم كويسة جدا، فقررت الحفاظ عليهم وترميمهم. الله، أمال مين جاير أندرسون ده اللي متسمي المتحف على اسمه؟ طب تعالى وأنا أقول. جاير أندرسون كان ضابط في الجيش الإنجليزي وكمان كان طبيب، كان عايش في مصر، وبالصدفة وهو ماشي في شوارع القاهرة كان بيمر كل يوم على بيت، وبالصدفة برضه تقع عينيه على بنت مصرية جميلة واقفة في المشربية بالبرقع، فيقع في حبها، فيقرر انه يعرض على الحكومة المصرية انه يقوم بترميم البيتين ويسكن فيهم، وكمان يحط فيهم كل مجموعته الأثرية من التحف والآثار والأنتيكات، وبعد موته أو مغادرته لمصر يبقى كل ده متحف مفتوح للشعب المصري. فوافقت الحكومة واستجابت للعاشق الولهان.